السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولو انت اول مرة تزور قناتي، فضلا منك اشتركي معايا في القناة وفعلي الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم بإذن الله. وما تنسونيش بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا نقول بسم الله. صباح الفل وصباح النشاط وصباح الطاقة الإيجابية، ويومكم سعيد مبارك يا رب علينا وعلى الجميع. ونبدأ اليوم بتاعنا بكل همة ونشاط، الله المستعان. وفي أول يومنا نقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب. صباحكم فل وهنا ورزق ورضا من الرحمن. ويلا بينا ندخل على فيديو النهارده وروتيننا ونشوف هنعمل ايه. وربنا يا رب يعيننا جميعا كده على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكل عام وحضراتكم بألف خير، وكل عام ونحن إلى الله أقرب بمناسبة بداية شهر شعبان الكريم. اللهم بلغنا رمضان واحنا في أتم صحة وفي أفضل حال، اللهم آمين يا رب. وبقى نسايم رمضان وروايح رمضان بتهل علينا وبتقرب اكتر واكتر. فربنا يا رب يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وربنا يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال، اللهم امين. كل ما بقى اما رمضان كده بيقرب، كل ما الفرحه بتزيد. وربنا يبلغنا رمضان يا رب كده ويعيننا على الصيام والقيام وصالح الاعمال. في اول اليوم انا كنت نزلت حطيت اكل للفراخ البيضه بتاعتي، ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك يا رب، اللهم امين. ويكمل الدوره دي على خير. انا اول مره من يوم ما بدأت ان انا اربي الطيور او اربي يعني فراخ بيضة وكده، اول مرة ان انا اربي دورة في البرد القوي ده. يعني انا كنت دايما ببطل فترة البرد القوي اللي هو الشهور الساقعة القوي دي. بس بقى للضرورة احكام. طبعا انتوا عارفين ان رمضان ودخلة رمضان برضو بنحتاج كده ايه، يبقى يعني الدنيا تكون مسطورة يعني واللي عندنا فراخ في الفريزر وكده. بس الحمد لله الحمد لله هي ماشية الدورة كويسة وعلى خير. بس الواحد بقى اللي هو ايه التدفئة الزيادة، وربنا كده يبارك ويسلم ان شاء الله بإذن الله وتكمل الدورة دي على خير. فربنا يا رب كده ايه دعوة حلوة، ربنا يبارك لنا جميعا ويملى بيوتنا جميعا بالخير، اللهم امين. هما دلوقتي عندهم ما شاء الله اللهم بارك، يعني يوم ما كنت بصور اليوم ده كان 25 يوم. فما شاء الله اللهم بارك هما زي الفل الحمد لله. واللمبة متقادة ليهم ليل ونهار. وجبت لهم العلافة بقى الكبيرة دي، بحيث ان العلف هم ما شاء الله اللهم بارك دلوقتي سحبوهم في العلف اكتر. فجبت لهم بقى ايه العلافة الكبيرة دي عشان بتاخد كمية اكبر من العلافة الطويلة اللي هي المطولة اللي في الجنب دي. عشان كده الاكل يفضل قدامهم باستمرار. لان انا لما كانوا العلافات اللي هي المستطيله الصغيره دي، كنت مثلا بنزل الصبح الاقيهم مخلصين وجعانين بقى وكده. فالجوع الزياده برضو غلط. فالعلافه الكبيره دي بقى ما شاء الله اللهم بارك كانت عندي على السطوح، نزلتها وحطيت لهم فيها علف بزياده، بحيث اللي هو يفضل قدامهم كده مده طويله. انا اتاخرت او حاجه يبقى هم قدامهم الاكل باستمرار. فربنا يا رب يبارك لنا ويملى بيوتنا جميعا بالخير ان شاء الله باذن الله. ودوره الفراخ دي زي ما قلت لكم غير في كل حاجة. الجو طبعا مختلف، او الظروف اللي هم بيتربوا فيها في البرد وكده. بس هم الحمد لله الدنيا تمام يعني. ان شاء الله باذن الله لما ناويه يعني لما افتح فيهم واخد منهم وكده، ناويه ان انا اعمل بقى تتبيلات. ليه بقى؟ علشان تسهل عليا وقفتي في رمضان. اللي هو مثلا ايه، ان شاء الله لما اعمل بانيه اتبل مثلا بانيه، هعمل مثلا آه، شيش طاووق، اعمل كفتة فراخ. يعني الحاجة اللي ان شاء الله باذن الله الخلي اللي فيهم انا هخليهم ان شاء الله باذن الله بتتبيلات، مش زي كل مره. كل مره دايما انا بقول لحضراتكم انا ما بحبش اتبل، عشان ما بحبش الحاجه تقعد مده طويله في الفريزر. فبما ان الفراخ دي ان شاء الله باذن الله يعني هتتاخد منها في رمضان وهيستعمل منها على طول في رمضان، فباذن الله هتبل بحيث اللي هي تبقى سهله عليا الحاجة كده تطلع تفك. احنا بنتبل او بنفرز او بنعمل تجهيزات وتحضيرات وتفريزات لرمضان. مش حكاية بقى مسابقة في الأكل وإن كل واحد بيعمل أكل وكده. هو احنا يعني رمضان للأكل؟ لا، هو رمضان طبعا أكل رقم واحد طبعا عبادة، وربنا يتقبل مننا. وكل واحد فينا أو كل واحدة فينا بتجتهد على قد ما تقدر إن هي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ف... فإحنا برضو التفريزات دي أو التحضيرات دي بتتعمل ليه؟ علشان توفر وقتك ده. انت مثلا ايه
نكثف قراءة القرآن. احنا الحمد لله قراءة القرآن طول السنة، بس رمضان بزيادة. صلاة مثلا تراويح، صلاة تهجد، قيام ليل، الكلام من ده برضو بزيادة عن الأيام العادية. فعلشان كده بيبقى فيه مثلا شوية تفريزات، شوية تحضيرات، شوية تتبيلات من الحاجات الحلوة القمر دي اللي بتسهل علينا وقفتنا في المطبخ. فاللهم بلغنا رمضان يا رب واحنا في أتم صحة وفي أفضل حال، ويعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كده انا عملت بقى القهوه القمر بتاعتي، كنت طلعت فطرت عشان كنت لسه ما فطرتش. طلعت بقى فطرت وعملت القهوه القمر بتاعتي اهي طالعه بوشي وجميله وخطيره، وما شاء الله تبارك الله بالف هنا وشفا، وربنا يا رب يديم علينا نعمه. اللهم امين يا رب العالمين. هنشوف بقى هنعمل ايه النهارده. انا اليوم ده هو بصوا طول ما الشقه عندي نظيفه بره ما شاء الله بيبقى بقى اليوم معايا رايق وهادي، واحنا طبعا منظفين كده اللي هي تنظيفه كده محترمه كان اخر الاسبوع اللي فات. ف اللهم صل على سيدنا محمد. فالشقه عنده نظيفه وكله تحت السيطره الحمد لله والشكر لله. كنت النهارده نظفت غرفتي كده على السريع. عايزه اقول لكم انا اليوم ده بادئه من بدري، يعني بادئه مثلا من حوالي الساعه 10 كنت قمت. ف فاللي هو ايه روقت اوضتي، مسكت كده اوضتي روقتها وغيرت الفرش بتاعها وظبطتها، وكمان خرجت كده المخدات تتهوى وتتشمس وتتحمص. بس عايزه اقول لكم كانت لسه حتى الشمس ما جاتش يمتي، يعني ما يعني ايه الشمس لسه ما لفتش وجات عندي. المفرش ده ببقى فرشاه لما نيجي مثلا نفطر او ناكل وكده، عشان لو رده حاجه وقعت على الارض تبقى الارض عندي نظيفه. الفوط برضو فوط الوش بحب ان انا اخرجها تتهوى وتتشمس وتنشف، عشان دايما الفوط تبقى ريحتها حلوه وجميله. انا خرجت المخدات والبطاطين من اول اليوم كده علشان خاطر زي ما اتفقنا الشمس تيجي هما دلوقتي بيتهووا يتحمصوا كده وياخدوا التحميصه التمام، وادخلهم يبقى كده غيرنا نفس، والفرش بتاعنا كده ريحته جميله. وطول ما الجو حلو والدنيا حلوه احنا بنفتح شويه، وبعد كده بنقفل منها ان احنا جددنا الهواء وجددنا الطاقه. كان في حبيبتي بتقولي هنا انا بقى شغل الغساله، بصيت كده لقيت في ثبت الغسيل في غسيل، قلت يلا تعالى بالمره كده ايه بالخف زي ما احنا ما بنقول. كان عندي حبيبتي بتقولي يا بسمه انا عندي السقف فيه نقط عفن رغم ان هي بتهوي وهكذا. بصي انا اعتقد انا كان عندي المشكله دي كانت موجوده في البيت القديم عندي، بيبقى دايما ده اخر دور، يعني ده منك للسطح وكده. فده بيرجع مش حكايه التهويه ولا اي حاجه، ده بيرجع ان الصبه اصلا بتكون ايه عارفين اللي هو ايه بلع ميه او شربة ميه، او مثلا لما الدنيا بتشتي والدنيا بتمطر اللي ما بيتزقش الميه على طول، او الميه بتقعد بتاعه المطر على السقف او على الصبه. هو ده اللي كان بيحصل معايا هناك لما كنت برضو كنت في اول الجواز. قعدنا كذا سنة ما كناش بلطنا السطح، كان السطح على الصبة بس وخلاص. وكان في نقط عفن لما كانت يعني بصوا كانت نفسيا ما كانتش احسن حاجة، عامله لي نفسية يعني ما كنتش مبسوطة خالص. ف... فسألنا كتير وكده قالك ده من بيبقى ايه الصبة بتبقى شاربة مية، ما كانتش مثلا الميه بتتزق من عليها على طول. فهي ملهاش علاقه يا حبيبتي بتقصير منك ان انت مثلا قله تهويه او هكذا، فالله المستعان. فكان الحل بقى ايه ان انا كنت عامله، لان كان غرفه ولادي هي كانت اكتر حاجه كان فيها النقط العفن دي. فكنا عاملين بقى سقف معلق عشان خاطر يداري او يخبي النقط والعفونة السوائل، يعني بقى اسود كده حاجة مش لطيفة خالص اللي كانت موجودة في السقف. والله المستعان وربنا يسترها يا رب علينا جميعا. هنا بقى خلاص شغلت الغسالة وعلى طول كده بقى هبدأ ان انا احضر غدا، هنعمل غدا مع بعض حلو جدا جدا ويمشي يومين اتنين، عشان انا كنت اليوم اللي بعدها ان شاء الله باذن الله كنت هكون صايمه. ف... فانا بحب بقى بصوا بقى الاكل اللي هو بيمشي يومين اتنين، منها اللي انا بضيع حيره، ومنها اللي انا بقى مش كل يوم طب انا هطبخ ايه، طب انا هعمل ايه، طب تبقى حيره كبيره جدا جدا. فالاكله بيومين اتنين ده بصراحه حاجه مريحه وحاجه اخر لذاذه. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حطيت اللايك ولا لسه؟ فضلا منك يلا حطي لي لايك للفيديو. تعالوا بينا بقى لما نعمل غدا حلو، يعني حلو حلاوه جميل جدا جدا بالف هنا وشفا. طلعت كده ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ورحت اللهم صل على سيدنا محمد
بدأت اللي انا اعصجها. حطيت بقى عليها التوابل بتاعتي، فلفل اسود، 7 بهارات، كاري، وحوالي بصلايه كده. انا كنت فارمه كميه بصل علشان انا هحتاج بصل للاتنين، للنجرسكو للصدور الفراخ. ده صدر واحد فرخه، كنت برضو مقطعاه كده شرايح رفيعه. وبرضو بحب اللي انا اديله صدمه كده في الاول على نار عاليه بالتوابل. جربوا الخطوه دي، هتحسوا كده طعم التوابل. الفراخ شرباها، شربة منها، افضل ما تحطي التوابل في الاخر. وركنت اللحمه بقى تتعصج، والصدور برضو بدون اي ماده دهنيه خالص. عايزه اقول لكم بتبقى حاجه خفيفه كده ولذيذه. كفايه معلقه السمنه الكبيره او معلقتين السمنه اللي احنا حاطينهم في البشاميل، عشان الاكل بتاعنا برضو ما يبقاش مليان بالدهون. صدور الفراخ نشفت معايا وعلى نار عاليه عشان ما تنزلش منك ميه، تبقى طعمه اكتر ما على نار هاديه وتنزل ميه كتير. هي هتنزل ميه بس حاجه بسيطه. وبضيف البصل عليها بعد كده ما الصدور تتشوح في الاول. هعمل بقى البشاميل. برضو البشاميل نص حليب ونص شوربه، بتبقى سعراته اقل شويه او اخف من البشاميل اللي هو الحليب كامل يعني اللي هو يكون كله حليب، مش حكايه كامل الدسم، يكون الكميه كلها حليب. وفي نفس الوقت برضو الشوربه بتديله طعم حلو جدا جدا جدا، وغني ولذيذ كده، وطعمه بصراحه بيبقى حلو قوي. فانا عملت كده حوالي معلقه ونص من السمنه البلدي، ونزلت عليها بثلاث معالق من الدقيق وشوحتهم كده شويه، وبعدين نزلت بالحليب، ونزلت نص حليب ونص شوربه. انا طلعت كيس شوربه من الفريزر. فبصوا بقى كيس الشوربه الجميله القمر اللي احنا بنحطها في الفريزر دي بتنفعنا بجد. يعني انا النهارده مثلا ما فيش لحمه، او يعني هو انا بعمل كده النجرسكو او البشاميل، ما فيش بقى جنبه ولا بانيه ولا الكلام من ده. فانت ما بتطلعي كيس شوربه كده من الفريزر، كانوا شويه شوربه اصلا باقيين عندك، فبينفعوكي، بيطعموا الاكل وبيخلي الاكل كده خطير حلو جدا جدا. وفي نفس الوقت انت عامله افضل مليون مره ما تحطي مكعب مرق. طبعا احنا مكعبات المرق طعمها جميل وانا بحبها على فكره، يعني انا بحب طعم مكعبات المرق، بس للاسف بقى مش صحيه اصلا. فالواحد بقى اللي هو ايه، انا بقالي كتير ما بجيبهاش، وخلاص استبدلتها بقى بشويه الشوربه اللي بيتبقوا دول، بيطعموا الاكل وبيخلوا الاكل حلو. وكمان حاجه انت عارفه هي ايه، شوربه سواء شوربه فراخ، بط، لحمه، اي حاجه، انت عارفه هي ايه. فبألف هنا وشفا. هنا بقى هبدأ اللي انا اعمل بقى المكرونه. اللي انا عامله القالب ده، دي الصينيه الوسط، القالب البايركس اللي هو الوسط مش الكبير. انا عامله اصلا حوالي نص كيلو مكرونه، مش كتير. والاكل ده ما شاء الله اللهم بارك هيمشينا يومين اتنين، طبعا كل واحده فينا، عشان محدش يقول لي ايه طب هو الاكل ده بس ما هيكفوكوا انتوا يعني الاربع افراد، والاربع افراد ما شاء الله تبارك الله كبار. اي والله العظيم بيكفي وبيوفي وبيتبقى كمان، يعني في اوقات بيتبقى. يعني انا مثلا النهارده تاني يوم انا بسجل الفيديو، تاني يوم من الاكل عايزه اقول لكم باقي مثلا 3 قطع من المكرونه البشاميل، فاحطهم في علبه وفي الفريزر زي الفل وزي العسل، ينفعوا اي يوم. بواقي بقى اكل المطبخ، بواقي مثلا اكل طول الاسبوع، شويه مثلا مكرونه اهوت باقيين على شويه مش عارف ايه باقيين عندك كده في الفريزر، تشوي جنبهم بتنجانه، ويوم يعدي ويوم يزق ويبقى فضل ونعمه، والحمد لله ربنا يديمها يا رب علينا نعمه ويحفظها يا رب من الزوال. فما فيش حاجه تترمي، كله فضل ونعمه وربنا يديمها علينا. هنا بقى رحت حاطه على الوش كده جبنه موتزاريلا، ما دام موجوده بصراحه بتبقى بتطعم الاكل وبتخلي الاكل طعمه حلو جدا جدا. وبقى الفهنا وشوف، مش موجوده عادي خلاص، يعني احنا مش هنوقف نفسنا عليها ولا نقول ان هي لازمه علشان خاطر الوصفه. انا هي موجوده عندي بحطها، مش موجوده عندي خلاص ما بحطهاش، ولا كأن شيئا لم يكن. هنا بقى هعمل جلاش. بما ان هو موجود عندي وعندي لحمه مفرومه، فهعمل كده جلاش حادق، بيبقى طعمه حلو جدا جدا ما شاء الله تبارك الله. انا كنت مسيحه معلقه سمنه واحده كبيره، معلقه سمنه واحده هنعمل بيها صينيه الجلاش. هو مش زي الحادق، قصدي هو مش زي الحلو بياخد سمنه كتير ولا هكذا. وعموما اصلا الفرشه دي حلوه قوي في ان انتي توزعي السمنه والطبقات تكون يعني مش مثلا بنحط بالمعلقه وتوزعي بالمعلقه، لا، بالفرشه افضل بصراحه، بتبقى حلوه قوي. والفرشه دي عندي بقالها سنين السنين وزي العسل وجميله والحمد لله. فهنوزع كده السمنه. انا كنت باخد 3 ورقات ب3 ورقات، يعني اللي هو مش ورقتين بورقتين بقى زي مثلا الحلو علشان خاطر يطلع كده مورق ومقرمش وحلو، لا انا باخد مثلا 3 ورقات ب3 ورقات وكنت بحط، وطلع ما شاء الله اللهم بارك جميل. ومثلا الصينيه دي عليها معلقه كبيره من السمنه البلدي، مش كتير، برضو جسمنا محتاج دهون بس دهون صحيه اللي هي تدخل فيه.
هفرد بقى اللحمه المفرومه، ده يعتبر ربع كيلو لحمه مفرومه، ولما اتعصجت في الاخر كده خلاص انا هطفي عليها، زودت لها الملح بتاعها، وحطيت كمان طماطمايه كده متقطعه مكعبات بسيطه، يعني تدي لها تسكيره وتديها طعم حلو. ما بحبش يعني مثلا احط صلصه، لا ما بحبش احط صلصه، انا بحب الطماطمايه المتقطعه صغيره، بتدي طعم حلو قوي قوي للاكل، سواء بقى رز السمك لما باجي اعمل رز السمك، او مثلا للصدور الفراخ لما انا كنت بعملها، او للجلاش، وهكذا. وبألف هنا وشفا. وطبعا كل يوم حيرة وبنبقى محتارين، طب النهارده الاكل بتاعنا يعتبر بايه؟ بيعتبر بربع كيلو لحمه مفرومه وربع فرخه، اللي هو يعتبر صدر، يعني ربع واحد. فما شاء الله تبارك الله عملنا صنفين ونوعنا في الاكل، واكل جميل وحلو. وطبعا كل واحده فينا بتعمل اللي بيتها وزوجها واولادها بيحبوه، فربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها يا رب من الزوال. فكل واحده فينا تشوف جوزها بيحب ايه، اولادها بيحبوا ايه وبيعملوه، وربنا يديمها يا رب علينا نعمه. هنعمل بقى التشريبه بتاعت الجلاش. انا قطعته كده طبعا بالسكينه، وحطيت بيضايه وكوبايه من الحليب. وبرضو اول مره اعمل ان انا اضيف شوربه، كان في حد برضو من المتابعين قالوا لي يا بسمه جربي اعملي التشريبه دي مع الحليب شوربه او اعمليها بشوربه. فانا عندي كوبايه حليب قلت اضيفها، يعني برضو زي البشاميل بالظبط، اللي هو عامله ايه، نص الكميه حليب ونص الكميه شوربه. وبرضو طلع طعمها خطير وفي منتهى الجمال. وبألف انا شوف ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. عملت كده التشريبه، واتاكد بقى اللي انا بصوا عشان محدش يشتكي ان جلاش حادق، قصدي جلاش ناشف. لازم ان انت الاطراف، بصي انا بغطس كده الاطراف، واي جزء بلقاه باين التشريبه مش واصله له بحاول ان انا اوصلها له، وبلف كده التشريبه يعني في الصينيه يمين وشمال وهكذا، كانك بتسقي الشربات. شفتي كانك لما بتخرجي صينيه الجلاش من الفرن بنحط الشربات عليها وبنلففه كده بحيث اللي هو ايه يتغلغل ما بين الطبقات. ده برضو نفس الفكره، التشريبه بحركها يمين وشمال وهكذا عشان اتاكد ان هي داخله ما بين الطبقات، ويبقى طعمه حلو ويبقى مستوي من الطبقات. مش يبقى مثلا ان احنا في اوقات في ناس بتعمل الجلاش تلقاه من جوه لسه ابيض، او تلقاه مثلا ان هو مش مستوي. ما هو بقى بسبب كده، حركي التشريبه كده هتلاقيه ما شاء الله تبارك الله مستوي وزي العسل وجميل جدا جدا. وبصراحه بيبقى طعمه حلو قوي، انا بحب الجلاش. صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو وصلت معايا لحد هنا فضلا منك يلا حطي لي لايك للفيديو، تعليق حلو من تعليقاتكم الجميله، ويلا بينا ندخل على غسيل المواعين وفقره غسيل المواعين، فقره الدردشه مع اخواتي الغاليين. حبيبتي بتقولي كل سنه وانت طيبه يا قمر. والله يا بسمه اهلي مبسوطين، امي وابويا عايشين، وعندي اخوات صبيان اتنين مبسوطين برضو، عمرهم ما يفكروا يجيبوا لينا موسم. انا واختي، اختي كلمتهم عاوزه موسم، امي جابت لها. مرات اخويا بتقول لها طب اعملي او اعطي لبنتك التانية اللي هي انا. امي قالت لها مش مهم مفيش معانا فلوس. اختي بتعيط وتقولي انا عاوزة موسم زي الناس. إيه، اتكلمي احنا اهلي لسه عايشين بيعملوا كده ليه؟ قلت لها مش هقدر والله اقول عايزه حاجه، بس انا بصراحه متضايقه وزعلانه قوي. شكلي قدام جوزي وعيالي وسلايفي، انا متجوزه من 15 سنه. معلش طولت عليكي حبيبتي، ربنا يا رب يبارك في عمرهم ويديهم الصحه ويبارك لك وما يحكيش ابدا 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 لحد. اللهم امين يا رب العالمين. بصي يا حبيبتي انت ما تزعليش نفسك، وهو اهلك اقبليهم على كده. معلش يعني بصي انت مش هتقدري تغيري فيهم حاجه، زي ما انت مش هتقدري ان انت تكلميهم، هتحرجي ان انت تكلميهم. يا اما جمدي قلبك وكلميهم، مادام هم ما شاء الله اللهم بارك اهلك مبسوطين، فكلميهم في النقطه دي. جمدي قلبك وقولي لهم مثلا ما يصحش كده مثلا قدام جوزي. لو في عادات وتقاليد ان هم مثلا بيدنهم يجيبوا المواسم للواحده يعني على طول، فجمدي قلبك وكلميهم. يا اما خلاص بقى، هو مثلا في الزيارات لو مثلا مامتك وبابك جايين لكم يكونوا مثلا جايبين فاكهه او هكذا، لو حتى ما جابوش، انت بينك وبين زوجك لو جه يكلمك في حاجه زي كده قولي له يا سيدي خلاص، يعني احنا بقالنا 15 سنه، انت بتتكلم في ايه واحنا مش محتاجين حاجه. وش كده هو على طول، فاهمه قصدي؟ شوفي انت بقى هتقدري على ايه. هتقدري ان انت مثلا تكلمي اهلك ان هم يجيبوا لك موسم، ماشي تمام ادام هم مبسوطين. ولو هتقدري مش هتقدري يبقى تقطمي مثلا وانت ما تزعليش نفسك، ما تزعليش نفسك. انت ربنا ما يحكيش ولا الموسم ولا اي حاجه خالص، وانت مش محتاجه.
يعني انت ان شاء الله باذن الله ربنا يوسع رزقك ويبارك في رزقك يا رب، اللهم امين. مش محتاجه ان هو يجيبوا لك موسم. ممكن يكونوا هم مثلا قالوا ان هي خلاص بقى لها مثلا 15 سنه متجوزه، هي لسه مش عروسه جديده، هي لسه مش اولادها صغيرين، فبالتالي ان هم بداوا ان هم ما يجيبوش موسم. في بلاد ممكن يكون انت عندك يعني الموضوع ده. في بلاد لا، حكاية الموسم دي بتفضل عندهم طول العمر، يعني برضو دي حاجة انا مش حباها بصراحة، اللي هو الزام الاهل ان هم يجيبوا المواسم لبناتهم العمر كله، دي او مدة طويلة، دي برضو من ضمن العادات والتقاليد الخطأ. فربنا يا حبيبتي يوسع رزقكم وما يحوكيش لحد ابدا ابدا ابدا. فانتي ما تزعليش نفسك ابدا. عادي، احنا لو مثلا جوزك جه يقول لك، هو احنا لسه صغيرين، هو احنا لسه عرسان، احنا خلاص ما شاء الله تبارك الله ولادنا كبروا والدنيا تمام وفكك من العادات والتقاليد دي، اصلا عادات وتقاليد لا بتقدم ولا بتأخر. وبعدين البيت مستور، انا مش هستنى مثلا امي تجيب لي دكر بط، ولا تجيب لي مش عارفه سكر ورز ومكرونه. خلاص الكلام ده والعهد ده يعني خلاص انتهينا منه. فربنا يا حبيبتي يوسع ارزاقكم ويرزقنا جميعا من واسع فضله وكرمه علينا، اللهم امين. وبرضو اهلك ما تزعليش منهم واديهم. ده هتلاقيه، وده ان شاء الله باذن الله باذن الله برك لاهلك. وان انت ما تزعليش، مش عايزاكي تزعلي، مش عايزه مثلا حد يزعل ان باباكي ما جابلكيش، مامتك ما جابتلكيش في الموسم مش عارف ايه. بلاش الكلام ده. رب ان شاء الله باذن الله برك لاهلك وان انت تكوني كويسه معاهم، ده اكيد هيقعد لك في اولادك وفي صحتك وفي كل حاجه ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يوسع ارزاق الجميع، اللهم امين. هنا بقى كنت بقى انتوا عارفين يوم اللي حطيت طبعا الاكل بتاعي في الفرن علشان يستوي، ودخلت الاتنين مع بعض، يعني انا عملت المكرونه وركنتها، وبعدها وبعدها اللهم صل على سيدنا محمد رحت عامله صينيه الجلاش، ودخلت الاتنين بقى مع بعض في الفرن يستووا. وقلت على ما يستووا نلم بقى الدنيا اللي متزروطه حوالينا دي، حلل 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 حلل. اليوم البشاميل دون بيبقى فيه حلل كتير، رغم ان هي اكله واحده. اي نعم ما بتوسخش البوتاجاز، بس بتملى الحوض حلل. دي حقيقه. فقلت كده اغسلهم على طول وهم في ثواني، مش بياخدوا وقت. اللي بيسالوني على طقم الحلل اللي عندي، الطقم ده زينوكس. انا عندي ما شاء الله تبارك الله، انا شاريه طقم زينوكس كامل على بعضه، كان 5 حلل. منهم اكبرهم الحله اللي انا كنت اللهم صل على سيدنا محمد، كنت عامله فيها الصلصه قريب. حله 32 كبيره، تاخد ده كربات كبير جدا، تاخد نتايتين حلوين، فما شاء الله كبير وحلو. ده 32 زينوكس ما شاء الله تبارك الله، من خلال استخدامي فيه او له ما شاء الله حلو جدا جدا. وبقاله سنين السنين معايا ما شاء الله زي العسل. وانا بغسله بالسبونشه اللي هي اللي فيها سلك، ده ما بيحتاجش دعك، بس بيحتاج يتغسل بالسبونشه اللي هي فيها السلك دي، بحيث ان هو يفضل يلمع كده ويبقى رايق معاكي، ما يبقاش معكر. تمام. الطقم التاني او النوع التاني المصانع الحربيه، وبرده ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. بس المصانع الحربيه انا كنت شارياه فرداني. فرداني يعني ايه؟ يعني انا عايزه مثلا حله مقاس، هنا انا بوريكم، بصوا الحاجه صينيه المكرونه اخدت وش، انا مش مولعه الشوايه. وصينيه الجلاش اعرف ازاي، لان السؤال ده اتسالته، اعرف ازاي ان هي استوت؟ هو دي صينيه الومنيوم اهو. بصي الاحرف، شفت الاحرف عامله ازاي؟ لونها واصل للدرجه دي، كده تعرفي ان هي استوت. الوش لسه. فانا هعمل ايه؟ هخرج صينيه المكرونه عشان هي اخدت معايا وش وانا مش مولعه الشوايه، فهخرجها. وصينيه الجلاش هولع عليها البتاع ده، هولع عليها الشوايه وخلاص. وده كده كان غدانا. اليوم ده كان غدا. فانا خدت قطعه، بصوا مكرونه صغننه حوالي، يعني بصوا صغيره خالص، وخدت قطعه جلاش. وكان بقى ابني وجوزي كنا هناكل، فبألف هنا حاطط لهم بقى كل واحد اللي هو عايز ياكله. وده كده كان غدانا النهارده، فضل ونعمه، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها يا رب من الزوال، اللهم امين. عايزه اقول لكم الجلاش خطير، انا بحبه جدا، يعني بحبه قوي بصراحه، سواء جلاش حلو او حادق، مين ما بيحبوش؟ كلنا طبعا بنحبه. وطالع طري طري وجميل جدا جدا وخطير بجد في منتهى الجمال. بصوا بقى الارضيه تسويتها عامله ازاي، بيرفكت، يعني حلوة جدا ومظبوطة. وهي في صينية ألمونيوم، احنا مش شايفين هي ايه، انما البايركس طبعا بيوضح درجة التسوية عاملة ازاي. والجلاشة طرية وجميلة وزي العسل، فضل ونعمة الحمد لله. والتشريبة طعمها حلو، اللي هي نص حليب ونص شوربة،
فطعمها جميل وزي الفل. فضل ونعمه، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها يا رب. بعد الغدا بقى مش ورايا حاجه طبعا، انا غسلت بس طبقين كده اللي هم مكان الاكل، انما الحوض كان فاضي. واديت بقى مسحه كده للبوتاجاز ومسحه للتلميع على الرخام، ويخلينا المطبخ بتاعنا زي الفل وزي العسل. بقى كنا هنوي الصيام، ربنا يا رب يتقبل مننا. فده كده السحور بتاعي، عشان زي ما اتفقنا احنا بنشارك من وقت للتاني غدايا ايه من الفطار او العشاء او السحور وهكذا. ده كده كان السحور. قطعة جبنة قريش وبضاية مسلوقة، وطبعا بقى خضار جرجير وجزرايه وخياره وفلفل احمر. بحب الفلفل الاحمر قوي يعني، بص انا بقيت بحبه قوي، طعمه جميل بصراحه. فده كده كان سحوري. وكنت بقى ايه زبديايه، طبعا ده زبادي بلدي، فانا بجيبه بس بشيل الوش من عليه، وحطيت كده معلقه عسل عليه، قلت عشان الصيام يبقى حاجه كده مسكره. انما في العادي انا دايما بالليل بحط مثلا لو هتعشى زبادي، بحط معلقه من بذور الكتان المطحون عشان استفاد بكل العناصر اللي جوه بذره الكتان نفسها. فبحط مثلا معلقه صغيره من بذور الكتان على وش الزبدية بعد ما بشيل الوش بتاعها وباكلها، او رشه قرفه، او بس وخلاص. العسل ده نادر لما بصراحه بحطه على الزبادي، نادر. ف بقول لكم الفلفل ده طعمه حلو قوي، اللي هو الاحمر ده بيبقى طعمه جميل. وده كان سحورنا. وطبعا بقى شرب الميه، نشرب ميه كتير علشان خاطر جسمنا برضو. مش معنى ان احنا في الشتاء ننسى شرب الميه، لا لازم شرب الميه برضو. خلي ازازه كده جنبك، كل شويه جنبك على الكومودينو، جنبك وانت قاعده مثلا في الصاله او هكذا، بحيث ان انت كل شويه تفتكري شرب الميه عشان جسمنا يبقى كويس. وطبعا المشروبات الدافيه، قرفه، انا بشرب قرفه او كاكاو او ينسون وكمون، بس طبعا المشروبات دي كلها بدون سكر. وطبعا شاي اخضر وبقدونس وكرفس، ده حبيبنا اللي بنحاول نخليه يسيطر على الوضع. ربنا يا رب يسترها ان شاء الله باذن الله. وطبعا الجزر جميل جدا جدا. ده كده كان سحوري، وده كده كان يومي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتي واتنشطتي. ولو وصلت معايا لحد هنا، فضلا منك حطي لي لايك للفيديو وتعليقاتكم الجميله علشان الفيديو والقناه تترفع ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يجبر بخواطرنا جميعا. وكل عام وانتم بالف خير. اكتبوا بقى في التعليقات اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم الصحه وفي افضل حال. اللهم امين يا رب العالمين. وكل عام وحضراتكم بالف خير، وكل عام ونحن الى الله اقرب يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم جدا في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد. هتوحشوني جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.